السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم. كما تشوفوا اليوم جبت لكم هذه الوصفة جراتان بالباذنجان والبطاطا. وصفة صيفية وسهلة وتجي بزاف بنينة. نتمنى تنال اعجابكم الوصفة تاع اليوم ونتمنى كيف تجربوها. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، تخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش مشاركة الفيديو مع الاصدقاء، واللي مازالوا مشتركوش بالقناة نتمنى يشتركوا بالقناة فضلا وليس امرا. نبدا مع بعضنا في تحضير الوصفه تاعنا نهار اليوم. كما تشوفوا عندي هنا قطع من صدر الدجاج، وعندي حبه بصل تكون صغيره، وايضا حبه طماطم تكون صغيره، وسنينه تاع ثوم. نرحيهم بالطريقه هذه كما تشوفوا. وهنا نرجعوا كما تشوفوا عندي هنا زوج حبات بطاطا متوسطين، وعندي كيف زوج حبات تاع باذنجان قصيتهم بالطريقه هذه وراح نقليوهم. وهنا نرجعوا كما تشوفوا في مقله درت شويه تاع زيت، وحطيت هذاك الدجاج تاعي بعد ما رحيته، ودرت شويه تاع معدنوس، ملح، وكيف توابل، فلفل كحل وراس الحانوت، يعني توابل اللي ما فين نديروهم نتبلوا بهم، ونحطوا الدجاج تاعنا يطيب عادي. وهنا نرجعوا كما تشوفوا في صحن درت زوز بيضات، وعندي كيف شويه معدنوس وشويه تحليب. اللي تحب دير كريمه سائله ومتوفره عندها دير كريمه سائله، ودرت شويه تاع جبن مبشور، شويه تاع ملح فقط. وهنا في المول تاعي ستفت الباذنجان بالطريقه هذه. الباذنجان هنا بعد ما قليته نشفته شويه من الزيت، ونرجعوا كما تشوفوا نستفوا كما قلت لكم بالطريقه هذه، وفي النص نحطوا البطاطا كيف، ونرجعوا لهذاك الحشو تاعنا تاع الدجاج نحطوه فوق البطاطا. وهنا نجيبوا فرماج، يعني اي نوع متوفر عندكم. انا عندي هذا تاع الشرائح، وعندي كيف المبشور حندير كميه من جبن مبشور، وراح نحط هذاك تاع ساندويتشات راح نديرو كيف من فوق. فوالا هنا الفرماج يعني قلت لكم ديروا اي نوعيه عندكم متوفره تقدروا تحطوها كيف، يعني تقدروا تستعملوا يعني نوع واحد تاع فرماج. وهنا نرجعوا للبطاطا اللي بقات راح نديروها من فوق، يعني الفيديو راه موضح كل شيء. فوالا كيما تشوفوا، وندير الباذنجان هذاك نقفلو بالطريقه هذه، ونجيبوا البيض تاعنا داك بعد ما خلطناه. هنا راح نرش شويه تاع جبن مبشور اللي بقى لي، وكيف نجيبوا الخليط تاع البيض اللي درناه ونصبوه عليه من الفوق، وندخلوه للفرن يعني حتى جست ما ينشف هذاك البيض ونحيوه. وهنا كما تشوفوا الوصفه تاعنا بعد ما دخلتها للفرن يعني جست ما ينشف هذاك البيض ونحيوها. هذه الوصفه تاعنا تنهار اليوم. نتمنى تكون نالت اعجابكم ونتمنى كيف تجربوها، وما تنساوش ديروا لي جيم، تخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء.